لن تنالوا البر، الصادق يقول نحن البر حتى تنفقوا مما تحبون. هاي الآية تنطبق بأعلى مصادقها على السيدة أم البنين يوم تنطبق. أم البنين قدمت 4 من أجل البر، للصادق يقول نحن 4 قدمت أم البنين. وشلون 4؟ أم البنين قدمت 1 إلى موقف يوم القيامة يغبطه عليه كل الشهداء كما قال الصادق وهو قمر العشيرة. يقول كل الشهداء يغبطون العباس على موقفه، كل الشهداء. شنو المقام؟ أم البنين قدمت 1 ليلة العاشر الحسين يقول له اركب بنفسي، يفديه بنفسه. الإمام الصادق يقول عن الذين قتلوا مع الحسين من أهل بيته، يقول ليس لهم شبيه في الدنيا، ما لهم نظير في الدنيا. أم البنين قدمت 1 من 3 بقية وكلهم كبار. لما شخص يقوم الشيخ جعفر التستري وهو مرجع صاحب الخصائص يقول له شيخنا ما فضل قمر العشيرة، يقوم لليلة السابع والشيخ كان يصعد منبر، فالشيخ قال له شنو أقول لك، شنو من سؤال انت هذا، ما فضل قمر العشيرة، شنو قال له قمر العشيرة 3 أئمة معصومين قبلوا ايديه. شنو احكي انا؟ علي بن ابي طالب لما ولد قبل ايديه، والحسين لما اجا قبل ايديه، والامام السجاد لما راح يدفنه قبل ايديه. 3 أئمة يقبلون ايديه. انا احكي لك عنه، ما قدمت ناس عاديين. ام البنين لن تنالوا البر حتى تنفقوا، وانفقت اعز ما عندها واعز ما في الدنيا اصلا. ومو فقط قدمتهم وما سئلت عنهم ولا بكت عليهم، وكان كل بكاء على الحسين، وكان كل تفكيرها بالحسين، وكان همها الحسين من أوله حتى آخره الحسين.